هذا البوكس بمايك سعره تقريبا $350 امريكي. هذا المايك حصلته تقريبا بلاش، يعني هو 350 دفعت شيء بسيط، بس انا حصلته خلينا نقول ببلاش من شركه مال مايكات هنا بامريكا. زين، راح اسولف لكم شلون حصلته ببلاش. يعني هو بيها درس. زين، الدرس من فتره تعلمته وسبحان الله تطبق بحياتي، وحاب هم اعلمكم عليه. زين، فاول شيء هسه راح نفتح هذا الصندوق اللي وصلني، وراح اشوف شنو التفاصيل مال المايك هذا. زين، وراح احكي لكم شلون حصلته ببلاش وشنو الدرس من عنده. هسه افتح الكيس مالته. هاي ما اعرف شنو بيها الورقة، يعني جزء مال ضمان هالشي. زين، والله حلو مرتب. فلوسه بالصندوق مالته كلش حلو مرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الجنطة مالته. هاي الهولدر تلزم بالمايك. زين، ومالته الكفر المود يحسن جودة الصوت إذا هو عالي أو شيء. وهذا هو المايك. هذا هو الشركة هي اسمها تي زت. زين، وهذا المايك اسمه ستيلر اكس 3. طبعا هم قالوا انت شنو تختار؟ هم معطيني 3 خيارات 1 2 3. طبعا انا اكيد اختار الاحسن. زين، فانا اختاريت الستيلر اكس 3 اللي هو احدث شيء عندهم. طبعا هذا المايك المفروض بيه كيبل، يعني غير يجي وياه كيبل، فماكو وياه كيبل. لازم انا اشتري الكيبل واشتري الهولدر الكبير مالته اللي هو اخليه بالش اسمه حتى يلزم لي، لان هذا شوي ثقيل. لازم له هولدر غير هذا الهولدر يشكل بالطرف مال الهولدر الكبير. هذا هنا يتركب. زين، شي وهاي تتركب بالهولدر الثاني اللي انا لازم اشتريه. احكيكم هسه قصة هذا المايك. طبعا هم قالوا لي لازم نسوي انبوكسنج، يعني تفتح البوكس. زين، وتحكي لنا تجربه وتحكي لنا عنه، بس لان انا ما عندي الكيبل فما راح احكي لكم عنه، يعني شلون الشغل مالته شلون صوته. زين، بس راح احكي لكم شلون حصلته. هذا شيء اهم اريدكم تستفادون. انا قبل فتره تعلمت درس او معلومه انه الاصوات اللي بداخلنا هي اصوات مو حقيقيه. انا يوم قاعد ويا جماعتي فحكيت لهم عن القناه مالتي، قلت لهم قناتي غيرتها، قمت انزل بيها فيديوهات خلينا نقول تعليميه، فيديوهات توعويه. فقالوا اوكي دز لنا قناتك خلينا نشوفها. انا شنو قلت لهم يعني هي قناتي بعد بسيطه، مو كلش يعني احترافي ادائي ولا المعدات. قلت لهم حتى مايك ما عندي، يعني المايك من دون الشغلات ذكرته، ما ادري ليش قلت مايك ما عندي. زين، فمن رجعت البيت انتبهت لروحي، قلت انا ليش هيك حكيت؟ ليش قلت انه انا قناتي عاديه ومو بروفيشنال وما عندي معدات؟ الدرس اللي تعلمته قبل فتره انه اكو صوت بداخلنا هو يحكي عنه، وهذا الصوت هو مو حقيقتنا. يعني انا من قلت قناتي مو زينه، هي هذا الصوت اللي نشأ ويانا من المجتمع، من الناس تحبط بيك، تقول لك انت ما تقدر تسوي شيء، انت مو قدها، انت ما راح تصير شيء، من كثر تراكم هاي الاصوات والحكي. زين، صار بداخلنا مثل يسمونه البارادايم. هذا البارادايم هو يحكي عنك، يعني دائما من تريد تسوي شيء تقدم على شيء هذا يحبطك. شلون تقدر تتخلص من عنده وتسوي الشيء اللي تريده؟ تكتب بورقه شنو الصوت بداخلك، شنو الحكي اللي اجاك. مثلا انا مو قلت قناتي مو احترافيه، قناتي عاديه ما عندي معدات، كتبتها بورقه. زين، وتكتب بورقه ثانيه شنو الشيء اللي تريده انت. كتبت يعني قناه احترافيه، اداء احترافي، مواضيع احترافيه، معدات يعني احترافيه. وديش الورقه المو زينه اللي ما تدري شو تسوي، تشققها وتحرقها حتى شنو تقنع داخلك انه هذا الشيء انت ما رايده. فسويت هذا التمرين، سبحان الله والله ثاني يوم راسلتني الشركه، هي هاي شركه تي زت، لقيتهم متصلين بي قالوا مراسليني قال لي
احنا تابعنا قناتك وعاجبتنا قناتك ورايدين نقدم لك مايك احترافي مجاني مقابل انه بس تسوي لنا فيديو عن المايك. سبحان الله حتى كلمه احتراف هم ذاكرينه، يعني نفس الشيء اللي انا ذكرته كلامي لجماعتي هم ذاكرينه. فتواصلت وياهم قلت لهم اوكي ما يخالف، فدزوا لي اياه سعره هو طبعا قلت لكم 350، دفعت شيء بسيط من عنده مال التوصيل وهاي غيرها. وحصلت المايك ببلاش. ليش؟ بس غيرت افكاري، غيرت الصوت. ما امنت بالصوت اللي بداخلي، امنت بنفسي، امنت بروحي انه انا اقدر اسوي، اقدر اغير. الحمد لله وشكر حصلت. فانت تقدر كذلك هم تسوي. لا تؤمن بالصوت الداخلي، هذا الصوت الداخلي مو حقيقتك، هذا صوت مو انت، هذا مخلفات المجتمع، مخلفات الناس اللي عشت يعني هم مو قصدهم، يعني مو قصدهم انه يحبطونك، بس هم هذا الشيء اللي قدروا عليه، انه يسمعونك كلام محبط انه انت ما تقدر ومو قدها. لا، اسمع كلام روحك، تقدر كل شيء تسوي وكل شيء تغير بحياتك.